السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، وبدون إطالات نبداو جريمة حلقة اليوم. واحد العائلة كتكون من 5 أفراد، الأم والأب، وكانوا عندهم 3 ديال الولاد، 2 الأبناء وبنت. هاد العائلة كانوا كيسكنوا بضواحي مدينة آسفي، واللي كيهمنا حنا في هذه القضيه وهي البنت اللي الاسم ديالها رابعه، وكان السن ديالها انذاك 19 سنه، وكانت هي الكبيره في خوتها. في نفس المنطقه كاينه عمه هاد البنت هذه اللي كتسكن قريب منهم شويه، عندها 3 ديال الابناء. واحد منهم كان الاسم ديالو عثمان، كبر من رابعه ب3 سنين. هاد عثمان كانت كتجمعوا واحد العلاقه طيبه مع بنت خالو رابعه، كانت الى احتاجته في شي حاجه دائما كتلقاه في جنبها. باغا تمشي شي بلاصه تقضي شي غرض دائما كيخصها تشوفه هو يمشي معاها. وحلات في شي حاجه كيقضيها ليها هذا عثمان. دائما عثمان من هنا، عثمان من هنا، عثمان من هنا، وحتى هو كان كيتصرف معاها مزيان، رد ليها البال. ما كانش كيبخل عليها بشي حاجه خصتها. شي حاجه كيعطيها ليها. المهم ديك العلاقه اللي كانت بيناتهم كانت علاقه زوينه، وخلات العائله ديالهم يبداو يهضروا على مشروع زواج، لانهم كانوا كيشوفوا باللي عثمان ورابعه متفاهمين مع بعضياتهم، فقالوا علاش ما نزوجوهمش من بعد. ولكن اللي غادي يوقع هنا، هذا عثمان جاتو واحد الفرصه باش انه يمشي للديار الايطاليه، فمشى. واخا انه مشى لايطاليا بقات ديك العلاقه بيناتهم علاقه مزيانه، لانه بقى واحد التواصل ما بينه وبين رابعه، وفين ما كيرجع ضروري ما خصو يتلاقى بها. ما كانش كيبخل عليها ببعض الهدايا. فهاد رابعه التصرفات ديال عثمان معها خلوها تقتنع باللي عثمان غادي يتزوج بها من بعد، ولو انه هو ما كانش موعدها او سبق خبرها باللي غادي يتزوج بها. ولكن رابعه رسخات في عقلها باللي داك السيد غادي يتزوج بها. حتى جا النهار اللي غادي تعرف رابعه باللي راه ولد عمتها غادي يتزوج في ايطاليا. خبر اللي كان صادم من بزاف ديال النواحي، لانه السيد 7 سنين وهو في ايطاليا، رابعه انذاك ولات عندها 27 سنه وهي جالسه كتسنى في داك السيد يتزوج بها. في نهايه المطاف لما عرفات باللي عثمان صافي غادي يتزوج، السيده دخلت في واحد الصدمه. بكاء هستيري، ولات كتسد عليها في الغرفه ديالها وكتبقى تبكي. ما بقاتش كتاكل مزيان، السيده مرضات. وحتى من بعد مده عاد بدات كتحسن شويه. اما ولد عمتها كان زوج ديك الساعه، وهي بطبيعه الحال كانت قطعات كلامه وكلام عمتها. دازو تقريبا 3 ديال السنين، هاد السيده ولات عندها 30 سنه، فكان تقدم لها واحد السيد وتزوج بها. السيد اللي كان الاسم ديالو ياسين، وكان السن ديالو 40 سنه. هذا ياسين هذا اللي كان لاباس عليه، عنده الدار ديالو، وكان عنده واحد المشروع ديال كراء شاحنات نقل البضائع. كانوا عنده شاحنات كيكريهم الشركات، وبنفس الوقت كان حتى هو واخد واحد الشاحنه ديالو كيخدم عليها سائق. من بعد عام ديال الزواج ديال رابعه غادي تسيق الخبار باللي عثمان طلق مراته الطاليانيه. السيده من بعد ما كانت عايشه طبيعي ولقات السيد اللي ولات عايشه معاه بخير وعلى خير وكان مهلي فيها، لما ساقت الاخبار الطلاق ديال عثمان غادي ترجع حياتها تقلب من جديد. جا عثمان من السفر من ايطاليا. هاد السيده هادي شنو دارت؟ مشات لعندو وتصالحات مع عثمان مره اخرى، ورجعوا كيتكلموا على داكشي اللي فات. كون درنا هادي، كون درنا هادي، كون درنا هادي. اكتشفات باللي فعلا عثمان راه نادم على الزواج ديالو من ديك السيده الطاليانيه. هنا قالت هذه هي الفرصه حتى انا نطلق من ياسين ونتزوج بولد عمتي. فشنو دارت؟ ولات كتخلق الزوج ديالها مشاكل، اليوم مشكل غدا مشكل، يعني مشاكل على اتفه الاشياء، باش هو يمل منها وينوض يطلب الطلاق ويعطيها التعويض ديالها. صافي وهي تطلق منه وتمشي تزوج بولد عمتها. ولكن الزوج ديالها ياسين كان واحد الرجل اللي مزيان، ودوك المشاكل كان كيحتويهم. المشكل اللي كيكون كبير هو كيصغرو،
وكيحاول انه يتفادى المشاكل، ولكن هي ما بغاش هادشي، هي الهدف ديالها وهو الطلاق. دارت اللي في جهدها، ولكن داك السيد ما طلقهاش، وبنفس الوقت هي كانت رافضه ان هي اللي ترفع دعوى الطلاق، لانها كانت باغا الفلوس ديال التعويض ديال الطلاق. ولكن بما ان هاد السيده هذه كانت ما بين امرين، كانت باغا تطلق من الزوج ديالها وبنفس الوقت تاخذ تعويض ديال الطلاق، وكانت باغا تزوج بولد عمتها وتمشي معاه لايطاليا، فبطبيعه الحال هي ما باغا تخسر لا هذه لا هذه. فهنا ولات كتفكر باش انها تتخلص من الزوج ديالها نهائيا. وفعلا واحد نهار بسنه 2016 اللي هو نهار الجريمه واللي هو الخميس بالضبط، جا السيد من الخدمه ديالو، دخل الدار، السيد تعشى ومشى باش انه ينعس يرتاح شويه، لانه كان ناوي يفيق الصباح بكري باش يوصل السلعه للكليان. فعلا غادي يفيق مع 4 ديال الصباح، لقى الزوجه ديالو فايقه، وهذا الشيء طبعا جاه بالامر الغريب لانه هي ممالفاش تفيق مع 4 ديال الصباح. فسولها اش مفيقك؟ كتقول ليه بلي غير طار عليها النعاس وصافي. المهم ان السيد ناض بدل الحوايج ديالو وخرج على اساس باش يمشي العمل ديالو. لما خرج من الدار وصل عند الكاميو ديالو، واحد اللحظه حتى وصلت عليه ربيعه حتى هي عند الكاميو. سولها مالك شنو كاين؟ مدات ليه واحد القرعه ديال الماء اللي كانت غير سبه باش انها تلحق عليه برا. السيد شد من عندها القرعه، دار غادي يحطها في الكاميو، وبغفله منه جبدات الموس اللي كانت هزه معها وضربته به من الخلف 2 ضربات متابعين. الحر ديال دوك الضربات خلوه دار وغادي يضربها بالخلف ديال اليد اليمنى ديالو، ولانه كان داير خاتم في اليد ديالو، خاتم من دوك الخواتم اللي كيكونوا كبار واللي كتكون فيهم ديك الحجره، غادي يجرحها في الوجه ديالها. السيد طاح في الارض، هي دخلت للدار وسدات عليها. لما بدا كيصبح الحال غادي يلقاوه الناس جيرانهم اللي كيسكنوا قريب ليه في ديك الحي، طايح بالقرب من الكاميو ديالو والسيد غارق في الدماء ديالو. لما كيقربوا منه كيلقاو باللي السيد مقتول، وكيبان لهم الباب ديال الكاميو محلول، اعتقدوا باللي السيد غادي يكون تعرض للسرقه. هنا هاد الناس هادو مشاو كيدقوا على الزوجه ديالو، وبنفس الوقت كيعلموا الدرك الملكي اللي كينتقلوا لعين مكان. فعلا كيلقاو السيد غارق في الدم ديالو ومقتول بالقرب من الكاميو ديالو. من خلال المعاينه كيتضح لهم انه الضحيه تلقى 2 ديال الطعنات في الظهر ديالو، واثناء التفتيش ديالهم للضحيه والكاميو ديالو كيلقاو باللي كاع الحاجيات ديالو مازال كاينين، يعني ما مسروق عليه حتى شي حاجه. وبطبيعه الحال هادشي كيأكد لهم على انه هاد جريمه القتل ما عندها حتى شي علاقه بالسرقه. من بعد المسائل القانونيه ديالهم واثناء البحث ديالهم مع هاد السيده اللي هي زوجة الضحيه، كيلاحظوا باللي هي مضروبه في الجهه اليمنى في الوجه ديالها، وكيلاحظوا على انه داك الجرح مازال جديد. طبعا الجرح اللي عليها واللي كان واضح دخل لهم الشك، لانهم هما مادام ما كايناش السرقه فكانوا متاكدين ان هاد جريمه القتل عندها علاقه بانتقام او تصفيه حسابات. سولوها كيفاش حتى تضربتي في وجهك، وشكون اللي ضربك لوجهك؟ السيده كتقول لهم باللي كانت في الكوزينه طالعه غادي تجبد شي حاجه من البلاكار، شي كيسان، وبالخطا غادي طيح عليها شي حاجه اللي غادي تجرحها في الوجه ديالها. ولكن هنا كيبان للدرك الملكي باللي راه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. وطبعا داروا واحد الخدمه اللي مزيانه، لانه كيف ما لاحظوا ان السيد مضروب من الخلف، وبنفس الوقت كيلاحظوا الخاتم اللي كان لابس في اليد اليمنى ديالو، وكيشوفوا ان هذا الجرح اللي على الوجه ديال الزوجه ديالو كاين في اليمن. فبطبيعه الحال رجحوا باللي ماشي بعيد انه تكون الزوجه ديالو هي اللي غدراته وضرباته من الخلف بالموس، او ربما هو اللي دار وضربها الوجه ديالها باليد اليمنى اللي فيها الخاتم. فهنا عناصر الدار كيركزوا على الخاتم وكيرسلوه للمعمل الجنائي، كيلقاو باللي الخاتم فيه خلايا جلد انسان ماشي ديال الضحيه. فشكوا في الزوجه طبعا، وخذوا منها عينه وقارنوها مع العينه المتحصل عليها من الخاتم. وطبعا نتيجه التحاليل المخبريه كتاكد انه كاين تطابق تماما بين العينتين، دليل اللي كان كافي باش يعتقلوا هاد السيده
ويوجهوا لها تهمة القتل العمد. وطبعا أثناء البحث اعترفت بجميع وقائع هاد الجريمة القتل، واعترفت باللي هي اللي قتلات الزوج ديالها. وطبعا سبب الجريمة انتم عارفينه، غير اللي زاد على الأسباب اللي ذكرنا أنها كتقول باللي قتلاته لأنه ولات طامعة في الإرث ديالو بالأخير. يعني السيدة ما بقاتش باغا غير طلاق، فولات باغا طلاق وفلوس كثيرة. وطبعا من بعد الاعترافات المتهمة أمام محاضر الدرك الملكي وأمام قاضي التحقيق كيتم تقديمها أمام العدالة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وكيتم الحكم عليها بالسجن المؤبد. واللي غادي نقول لكم، نتمنى أن الناس يتعاضوا من بحال هاد الجرائم، والحوايج اللي كيبانوا لينا كبار راه صغار، والسبب اللي كيبان لينا مهم راه تافه، وما كاين شي حاجة تستاهل أن الإنسان يرتكب جريمة قتل ويدوز حياته في السجن على قبلها. هكذا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لكم مستمعينا، وإلى لقاء آخر.